دخولك قناة يوسف البيراميدزاوي ده معناه إنك دخلت كوكب نادي بيراميدز، وفي الكوكب ده لا وجود لأي نادي تاني سوى نادي بيراميدز. مع احترامي لأي نادي تاني في مصر أو بره مصر، بس النادي ده عودني ما أشوفش حد غيره، لأن هو نفسه ما شافش حد. هو ظهر في حياتنا فجأة، خطف قلوبنا كلنا وفرض سيطرة تامة على قارة أفريقيا. ما اعتمدش حد، ما اعتمدش تاريخ حد، ما اعتمدش أسامي، ما اعتمدش آدمية، ما اعتمدش أي حاجة. هو قالك باختصار اللي فات ألوان واللي جاي كله أزرق سماوي. ولازم تبقى فاهم كويس جدا إن اللي قدامك ده ما شجعش في حياته ولا هيشجع غير نادي بيراميدز. فأنا لما حبيت الكورة حبيتها عشان النادي ده، ولما انتميت للنادي ده. أعتقد كده أنت فهمت ليه القناة هنا اسمها يوسف البيراميدزاوي. ندخل بقى الموضوع حلقتنا النهاردة. أنت كمشجع بيراميدزاوي أكيد قابلك شخص عنده مشاكل نفسية، ربنا يشفيه يا رب، وسألك سؤال: هو نادي بيراميدز ليه جمهور؟ قبل ما ترد عليه تعالى أفهمك حاجتين. أول حاجة، إحنا ما نقدرش ننكر إن في بداية ظهور النادي في 2018 كانت الإدارة للأسف بتجيب مشجعين مزيفين. المفروض إن هما بيشجعوا نادي كبير في مصر، بس عادي عندهم استعداد يبيعوا مبادئهم ويشجعوا نادي بيراميدز مقابل فلوس ووجبة. ده يا صديقي أمر واقع مش هنقدر نهرب منه. بس اللي حصل بعد كده إن الموضوع ده ما استمرش كتير، والإدارة اتغيرت ومالك النادي نفسه اتغير، وكل فكر النادي اتغير، وبدأوا يمشوا في اتجاه انهم يبنوا قاعدة جماهيرية حقيقية لنادي بيراميدز. هتقولي يعني كده خلاص موضوع ال100 جنيه والوجبة ده انتهى؟ هقولك لا يا صديقي، للأسف ما انتهاش. ما زال في مجموعة من الناس لحد النهاردة، زي ما قلت لك، المفروض ان هم بينتموا لنادي كبير بس مصرين انهم يبيعوا مبادئهم ويروحوا يشجعوا نادي بيراميدز وياخدوا 100 جنيه. هتقولي طب ما دام الإدارة اتغيرت وطريقة التفكير اتغيرت، ايه اللي مخلي الناس دي لسه موجودة؟ هقولك يا صديقي ان للأسف بناء قاعدة جماهيرية مش حاجة سهلة، وبتاخد وقت كبير جدا، وبتعتمد في أساسها على الأطفال. لأن الطفل طبيعي لسه ما حددش انتمائه، لسه ما اختارش هو هيشجع مين ومش هيشجع مين. لكن الشباب اللي زيه زيك أغلبهم حدد انتمائه من زمان، والباقي ما بيشجعش كورة أصلا. بس في النص كده ما بينهم فئة من الناس عندها استعداد ان هي تشجع كورة، بس مفيش نادي في مصر لفت نظرهم ان هم يشجعوه. هم دول بقى حاليا اللي بيعشقوا نادي بيراميدز، بس برضه هم مش كتير، ولو كانوا كتير على السوشيال ميديا فهم مش كتير في الاستاد. عشان كده دلوقتي الإدارة شغالة بتبني من تحت على الأطفال، وطبيعي أي طفل بيفهم هيختار يشجع نادي بيراميدز. فاحنا كده ضمننا ان كمان كام سنة الاطفال دي هتكبر، هيملوا الاستاد، هيبقى ليهم صوت في الاستاد، فهيبقى في شكل لجمهور بيراميدز جوه الاستاد. بس السؤال بقى، هل هتستنى الكام سنة دول عقبال ما الاطفال دول يكبروا يبقى الاستاد فاضي؟ مستحيل. طبعا ده منظر ما يليقش بحجم نادي زي نادي بيراميدز. امال هتعمل ايه عشان ما يبقاش الاستاد بالشكل ده؟ امال هتعمل ايه عشان ما يبقاش الاستاد فاضي؟ عندك شوية شباب جايين لك، المفروض ان هم بينتموا لنادي كبير في مصر، قالوا لك احنا النادي بتاعنا مش مكفينا، يعني ما خدناش حاجة من تشجيعه، عايزين نشجعك انت بس تراضينا. عادي، 100 جنيه مش قصة. هتقول لهم لأ؟ تبقى غلطان، أكيد هتستغلهم لحد ما الجماهير الحقيقية تكبر وتزيد وتملى الاستاد. هتسألني سؤال دلوقتي وتقولي يعني يا جو انت تقصد ان احنا كمشجعين لنادي بيراميدز مقسومين لنصين؟ هقولك بالظبط كده. الناس اللي زيي وزيك واي حد بيشجع بيراميدز من قلبه، بيعشق النادي، ده كده نوع. والنوع التاني الناس اللي انا لسه حكي لك عليهم من شوية، اللي بياخدوا ال100 جنيه. وبالمناسبة حاليا هما بياخدوا 100 جنيه بس، ما بياخدوش ولا تيشيرت ولا وجبة. هتقولي طب يا جو انت عرفت الكلام ده منين؟ هقولك للأسف مريت بتجربة بشعة. لما قررت أحضر مباراة لبيراميدز زي أي مشجع عايز يحضر يشوف النادي واللعيبة من أرض الملعب يعني، ساعتها دورت في الجروبات بشوف مين الناس اللي رايحة أروح معاهم أي حاجة. لقيت الناس اللي بقولك عليها دي، وطبعا ما كنتش فاهم أي حاجة في أي حاجة. ساعتها طلبوا مني شوية بيانات عشان يعملوا لي اي دي ببلاش. طبعا ما اعتمدتش الكلام ده، عملت اي دي لنفسي بفلوسي، وحتى ما ركبتش معاهم الاتوبيسات، رحت انا بنفسي على الاستاد. طبعا اتمرمطت وتهت ومشيت كتير قوي عقبال ما وصلت الاستاد، بس وصلت. دخلت معاهم وشجعنا، وحقيقي كانوا بيشجعوا بحماس رهيب. بس الفكرة ان بعد ما خلصنا الماتش طبعا قررت ان انا اروح معاهم، عشان انا الدنيا كانت المواصلات حرفيا بشعة. ركبت
انا مصدوم حرفيا، انا مصدوم. كل الناس اللي كانت بتشجع وزورها منبوح وصوتها عالي جوه في الاستاد، هم حرفيا خرجوا ركبوا الاتوبيسات كلهم بيقولوا ابشع الكلام على نادي بيراميدز، يعني بيسفوا عليه سف رهيب. انا قاعد مش فاهم يا جدعان، انتوا ازاي؟ طب يعني ايه انت بتعمل ايه؟ طب ما دام انت بتكره النادي جاي بتشجعه ليه؟ هي ال 100 جنيه بتعمل كده في البني ادم؟ فحقيقي ساعتها انا يعني كان هين عليا ان انا اقوم يعني اقول له على جنب يا اسطى وانزل وخلاص، بس يعني حرفيا انا المكان ما فيهوش اي مواصلات وكان فيه بهدله. فقررت ان انا استحمل لحد ما يعني انزل في حته قريبه. وحقيقي نزلت من الاتوبيس، مش قادر اوصف لك شعوري كان عامل ازاي. يعني ابشع حاجه ممكن تحسها في حياتك. تخيل انت بتعشق النادي ده وراكب في اتوبيس كله ناس بتكره النادي ده. فحقيقي ما اتمناش ان اي حد يمر بالتجربة دي خالص. دي كده كانت اول حاجة عايزك تعرفها قبل ما ترد على الشخص اللي سألك بيراميدز ليها جمهور ولا لا. تاني حاجة بقى عايزك تعرفها هي ان بيراميدز فعلا حارق المنافسين، وفكرة وجوده لوحدها مضايقاهم بطريقة انت عمرك ما تتخيلها. تخيل معايا لما يكون وجود النادي بس في حد ذاته مخليهم شايطين بالطريقة دي، ما بالك بوجود مشجعين للنادي؟ يعني اعقل الموضوع معايا، هو وجود النادي في حد ذاته عامل له كابوس، فتخيل وجود مشجعين للنادي اللي عامل له كابوس. وعشان ده كابوس بالنسبة له فهو بيحاول ينكره بأي طريقة، بيحاول ينكر وجودك بأي شكل. تيجي تشوف تعليقاتهم على أي بوست فيه كلمة جماهير بيراميدز، تلاقيه داخل في الكومنتات بالعشر صوابع وعلى الكيبورد ويقعد يصيح، فاهم؟ يقولك بيراميدز ملهاش جمهور. يعني ايه جمهور لبيراميدز؟ يا بيراميدز ليها جمهور؟ انا عمري ما شفت جمهور لبيراميدز. هو ازاي بيراميدز ليها جمهور؟ مستحيل بيراميدز يكون ليها جمهور. انت اكيد مش بتشجع بيراميدز من قلبك، انت اكيد بتاخد وجبة. انت وش واكل ورك وصدر وجاي تعلي، والكلام ده مش هيمشي. انت ما مستحيل يكون في جمهور لبيراميدز. وتحس ان هو يا عيني هيتجنن خلاص، يعني الراجل عنده استعداد يتجنن وما يصدقش فكرة ان انت واحد بتشجع بيراميدز بجد. شوف سبحان الله، مع ان اللي بياخدوا وجبات بالفعل او اللي كانوا بياخدوا وجبات هم اوريدي بينتموا للنادي اللي هو بينتمي ليه اصلا. يعني الحوار كله عندهم، هم اللي عملوا الحوار كله، والناس دي تبعهم، وجاي يتبلى عليك انت بان انت اللي بتاخد وجبة. يعني لا تعليق. فاللي طالبه منك يا صديقي البيراميدزاوي انك لما تتسأل السؤال ده تراعي ان الشخص اللي بيسألك ده عنده مشاكل نفسية، وتراعي برضو ان وجودك عامل له قلق في دماغه، عامل له كابوس في دماغه. وتقول له بهدوء كده: بص يا صديقي، انا عارف ان دي حاجة بترعبك، بس للأسف بيراميدز بقى ليه جمهور حقيقي. بس وسيبه بقى وشوف كمل بقى انت، شوف كنت بتعمل ايه. ما تتكلمش معاه تاني، سيبه بقى. هو هيقعد يصيح بقى بعد كده ويقول لك الوجبات ونقعد نعيد ونزيد. فخلاص ما تكملش كلام معاه. انت كده عرفت هترد تقول ايه لما تتسأل السؤال اللي طول عمرنا بنتسأله. ولو فعلا عايزني انا كيوسف اعمل فيديوهات تاني واتكلم اكتر، مطلوب منك 4 حاجات مهمين جدا عشان انا ابقى عايز اكمل. اللايك مهم جدا جدا جدا. كومنت، اعمل اي حاجه، قول اي حاجه، ان شاء الله تقول عاش بس مش عايز حاجه تاني. الاشتراك في القناه طبعا ده اساسي. وطبعا هتعمل زر الجرس عشان اول ما انا انزل حاجه يقولك على طول ان انا نزلت، فتخش على طول تتفرج ونبقى متابعين اول باول. دي كانت اول حلقه، والجايات كتير ان شاء الله، بس دعمك ليا، دعمك هيفرق كتير. وبس. السلام عليكم.